ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم في منوعات هالة الجندي. النهاردة بقى وصفة خيال خيال خيال، هتطول شعرك بطريقة ما كنتيش تتخيليها، هتقوي شعرك للناس اللي بتشتكي من التساقط، كمان هتغذي بصيلات الشعر بطريقة جميلة جدا. مش كده وبس، كمان ده هيخلي شعرك حرير وهيكثف شعرك للناس اللي بتشتكي من ان شعرهم خفيف او عندهم فراغات في الشعر بطريقة جامدة جامدة جامدة. وهي الجرجير، انتوا عارفين طبعا فوائد الجرجير ملهاش حدود، فوائده جميلة جدا سواء للجسم لو انت هتاكليه او للشعر او حتى البشرة، بجد رائع حلو جدا جدا. انا دلوقتي جبت بس الكمية ديت لاني هعمل كمية قليلة اهي. هنقطعه اهي، هنحطه بقى في الخلاط. كمان هنحط مكون حلو جدا، الثوم. انا طبعا عملت الكمية دي لانها هعمل كمية صغيرة. الثوم فوائده جامدة جدا، هي مضاد حيوي طبيعي جدا، كمان بيحفز بصيلات الشعر انها تطلع وانها تكون قوية، بجد رائع جدا. اهو الثوم اهو هنحطه اهي حوالي 5 فصوص ثوم. هنحط عليهم بقى المية وهنضربهم في الخلاط، وبعد كده هرجع لكم تاني. دلوقتي اهو بعد ما ضربناه هنصفيه زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين هنصفي اهو. بصوا اهي، بجد الوصفة دي جميلة جدا جدا. زمان ايام الفراعنة كانوا بيستخدموها الوصفة دي عشان تطول شعرهم وتنعمه بطريقة جامدة جدا. الجرجير فوائده رهيبة سواء للجسم او للشعر او حتى للبشرة، بجد جامد جامد. اتمنى يا رب ان الوصفة تكون نالت اعجابكم وجربوها. لو جربتوها مش هتبطلوها ابدا، بل بالعكس هتعملوها دايما، لان الوصفة دي بجد حلوة جدا، هتقوي شعرك بطريقة ما كنتيش تتخيليها. دلوقتي هنحط بقى مكونات بجد رائعة هتخلي شعرك يعني جميل جدا، طويل ناعم جدا، وهيملى كمان فراغات الشعر ويكثفه. هيكثفه يعني هيتقله اهو. زيت الزيتون. بصوا زيت الزيتون ده فوائده رهيبة، جميل جدا سواء للصحة او للشعر او للبشرة، بجد فوائده جامدة جدا. كمان مذكور في القرآن الزيتون. كمان هنحط زيت حلو قوي بيقوي الشعر وهو زيت الجوجوبا اهي. لا الزيوت دي الجوجوبا والحاجات دي هتلاقوها عند العطار اهي. هاخد معلقة برضو زي دي كده. كمان في زيت تاني حلو جدا، يا ترى هو الزيت دوت؟ زيت جميل جدا وهو زيت الخروع. زيت الخروع بيخلي الشعر ينبت في الاماكن الفارغه، وكمان بيتقله بطريقه حلوه جدا وبيطوله بطريقه ما كنتيش تتخيليها اهو. بصوا هاخد معلقه كمان اهي، هو بيبقى تقيل كده زيت الخروع. هنقلب بقى المكونات دي كلها اهي، وبعد كده هنحطها في اي رشاش عندنا علشان هنرش شعرنا من غير ما نغسله على طول. كل يوم مرتين صبح وبالليل هتلاقي شعرك كثافة جامدة، هتلاقي شعرك بيطول لغاية رجليكي، هتلاقي نعومة فائقة ما كنتيش تتخيليها. جربيها وهتدعيلي عليها، بجد وصفة من الاخر. انا هحطها في الرشاشة واجيلكم. دلوقتي اهو حطيناه في رشاشه. هترش شعرك صباحا ومساء، هتلاقي شعرك خيال
بجد خيال. كمان التوم اللي احنا حطيناه فيه بيقوي الشعر بطريقة ما تتخيلهاش، كمان بينشط بوصيلة الشعر بحيث انها تطلع وتبقى الشعر طويل جدا وبيقويها، وهتلاقي شعرك خلال اسبوع واحد بس طويل جدا وناعم. وبجد الوصفة جميلة، دي وصفة فرعونية، وصفة مصرية وفرعونية، هتحبيها جامد جدا. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون نال اعجابك. لو نال اعجابك ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايكات كتيرة حلوة زيكم، ونتقابل ان شاء الله في وصفة جديدة وانتوا في منتهى الصحة والسعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.